الموتوسيكل اللي ورايا ده لو عليا عايز ادوره واكسر بيه المعرض واهرب بيه من جماله وحلاوته وقوته وكل حاجه حلوه فيه. الموتوسيكل اللي ورايا دوت نازل بموتور متوحش، نازل بامكانيات رهيبه. الشركه اطلقت عليه الوحش، هو شركه نزلت اسم الموتوسيكل وكتبوا جنبيه ذا بيست او ذا مونستر بقى، او سمي اللي انت عايز تسميه. كي تي ام سوبر ديوك 1290 سي سي، بينزل بموتور في توين بيطلع حوالي 180 حصان. الموتوسيكل طبعا نازل بتبريد ميه، والموتور ده فيه شويه حاجات كده حلوه هنعرفها دلوقتي مع بعض. كي تي ام سوبر ديوك 1290 نازل بالستايل قدامنا ده، الفانوس اللي قدام ده تحس ان هو واخد شكل راس النمله، ولكن هنا الموضوع قدامنا شكله مختلف تماما. الموتوسيكل ده نازل بستايل مختلف عن اي موتوسيكل ممكن تكون انت شفته قبل كده، بالشاسيه مدعم من بره ده كله كوم بقى، والموتور بتاع الموتوسيكل ده كوم تاني خالص. الموتوسيكل ده ستريت فايتر ولكن نازل بموتور في توين، يعني الموتور بيبقى نازل على زاويه 75، ده بيدي قوه اكبر بكتير من المواتير العاديه اللي احنا عارفينها تبقى نازله بزاويه 90 عاديه. الموتوسيكل ده يوصلك لسرعه 200 كم في الساعه في 7 ثواني بس، 7 ثواني فاصله 2. الموتوسيكل ده بيوصل لتوب سبيد 272، ده على الورق بتاع الشركه كرقم رسمي، لكن انا الصراحه شفت له فيديوهات ان هو بيعدي سرعه 300 كم في الساعه، ممكن مع بعض التعديلات يعني على حسب الطريق برضه بيجيب معاك السرعه دي. لكن كتوب سبيد ممتاز جدا، ان هو موتور 2 سلندر، ولكن ال 2 سلندر دول على الفي توين فيديك عزم قوي جدا، وبرضه بيدي توب سبيد محترمه. فتخيل الموتوسيكل ده بيجيب سرعه 200 في 7 ثواني بس، بيديك اقصى عزم لغايه سرعه 200، وكمان بيجيب توب سبيد معاك لغايه 300 كم في الساعه، كانك راكب موتوسيكل ريسنج. الموتوسيكلات اللي قدامنا دي كلها، فانت لو عندك صحاب بيطلعوا يجروا بالريسنج وعندك انت الموتوسيكل ده مفيش اي مشكله تطلع تجري معاهم بيه. طيب في برضه ميزه كمان في الموتور ده، ان هو في خاصيه اسمها سلايبر كلاتش. السلايبر كلاتش دي بتخليك ان انت لو دايس على مقبض البنزين على سرعه معينه وداخل على ملف مثلا، فهتقلل السرعه دي، بتخلي الموتوسيكل ما يفقدش القوه بتاعته الكامله، ولو جيت تزود بنزين مره ثانيه بيرجع بسرعه في التسارع بتاعه. طبعا قدرات الموتوسيكل ده حاجه وامكانيات الموتور حاجه، والشكل بتاعه الستايل بتاعه حاجه ثاني خالص. الموتوسيكل ده نازل بستايل، هو الوحيد اللي في العالم نازل بالستايل ده من شركه كي تي ام، نازل منه بقى من اول 150 سي سي 300 600 لغايه معاه 1290. ده من اكتر البايكات المميزه تركبها كشكل. عندنا الفانوس اللي قدام ده نازل كده ساقط لتحت شويه، والفانوس ده عموما واخد شكل النمله بالراس بتاعتها، نازل شكله مميز جدا مع الاجنحه اللي في جنب الموتوسيكل، الصراحه ستايله رهيب. تعال بقى نتكلم على الجزء الامامي من الموتوسيكل، نازل بدبل ديسك امامي من فرامل بريمبو، 2 بيستم شمال و2 بيستم يمين. طبعا نظام فرامل هنا اي بي اس، الفرده اللي قدام عرضها 120، الفرده اللي ورا عرضها 190. عايز اوريك بس الديسك بتاع الخلفي عامل ازاي كده داخل في وسط الجنط، شكله صايع جدا. طبعا الموتوسيكل ده فيه تفاصيل كتير جدا بتفرق بقى على اداء على الطريق، لكن هو من اكتر الموتوسيكلات اللي بتفرق كاداء كسبورت مود، او ان انت ستريت مود، او في رين مود. برضو في 3 مودز للحركه بتاعته، لكن هو في كل الحالات هيديك اداء متزن جدا. في تراشن كنترول، موتوسيكل نازل ب6 غيارات. سعه التانك في الموتوسيكل ده 18 لتر. تعال برضو نشوف ركوبه الموتوسيكل عامله ازاي. يعني الصراحه الواحد مش حاسس ان هو راكب حاجه اف 300 سي سي خالص، حاسس ان راكب بايك متوسط كده في الحجم، لكنه في الطريق متوحش. وبس على كده دي كانت نظره سريعه على موتوسيكل كي تي ام ديوك 1290 سي سي، موتوسيكل مميز جدا الصراحه. شوفوا حابين نتكلم عن اي موتوسيكلات مميزه الفتره اللي جايه، وكنا في معرض العدو النهارده بنتكلم عن الموتوسيكل ده سعره 485,000 جنيه. وبس على كده انا معاذ سعد، دي كانت موتور. اشوفكم فيديو جديد، سلام.